السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. طبعا بعد ما عملت اخر فيديو كنت جايبه البو اللي هو جرب بختك، وطلع لي الكيس ده وما كنتش عارفه بصراحه هو ايه. كلكم قلتولي ان ده اسمه الفنكوش او حاجه كده كانت موجوده في رمضان تقريبا، بتدوسي عليها بتخرجي المادة السائلة مع البودر وبعدين بنقلبهم مع بعض وبعدين بيعمل بوم او بيفرقع، وهو اسمه الفنكوش. طبعا بما اني بوظت الكيس يعني وخلاص، فقلت طيب ما اجرب كده واعمل في كيس تاني واشوف هيفرقع ولا ايه اللي هيحصل في الفنكوش ده. فجبت كيس عادي بتاع السندوتشات، وفضيت فيه كل الحاجات اللي كانت موجودة، يعني البودر والمادة التانية اللي في الكيس الصغير ديت السايل زي ما انتوا شايفين كده. وهحاول ان انا اخلي يعني الكيس، مقاس الكيس دوت لما هربط عليه كده قد الكيس التاني اللي هو كان موجود فيه ده، اللي هو على شكل اللمبة اللي هناك ده. بس طبعا كنت متحيرة، مش عارفة هو انا هطلع منه الهوا ولا هسيب فيه شوية هوا. فقلت لا، تقريبا ما كانش فيه، هو ما كانش منفوخ، فطلعت منه الهوا وربطت كده وحاولت ان انا اعمله قد الكيس التاني، وطلع كبير شوية صراحة يعني. وقفلت جامد 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 جامد، وبعدين هقص بقى الحتة الزايدة ديت. تجربة عملية هي على الهواء قدامكم. خلاص هرمي ده، وبعد كده هحاول ان انا اخرج المادة السايلة ديت مع البودر علشان يتخلطوا كده مع بعض، واشوف ايه اللي هيحصل. مستعدين تشوفوا ايه النتيجة وايه اللي هيحصل؟ رجيته بقى كده، 1 2 3، مفيش حاجة حصلت يعني، عمال بس يتنفخ. هو الصراحة عمال يتنفخ. لما ابعد بعيد بقى لحسن يفرقع في وشي. ولا اي حاجة، ماله؟ مش عايز يفرقع. تقريبا كده كبرت الكيس، مش عارفة والله، ولا هو زعلان بقى عشان طلع من الكيس بتاعه. ولا اي حاجة، انا شايفاه بس عمال يفور ويتنفخ، لكن ما فرقعش. حتى مصمم على الناحية دي، مش عارفة مش ماله بصراحة. تقريبا عشان الحتة دي هي اللي فيها التقل. ولا اي حاجة. طبعا كان لازم اعمل الفنكوش عشان خاطر اشوف برضو بعناية هيفرقع ولا لا. بس هو بصراحة الكيس ساقع ساقع قوي ومنفوخ قوي. حتى بعد ما سبته شوية كتار يعني، وجيت ابص عليه كده قلت يمكن يكون فرقع ولا حاجة وانا جوه، لقيته ولا فرقع ولا اي حاجة، وفضل على المنظر ده اللي انتوا شايفينه ده.